السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 بجد. انا بقالي كتير طبعا ما بوصلش خلصت فيديوهات امتحانات بقى. وغايبه، بس عشان كان عندي امتحانات. كنت طبعا بجتهد وبذاكر جدا وما غشتش، وكل التوفيق ربنا ان شاء الله. طبعا عايزة اقول لكم ان يعني احنا مش عارفين نطلع من كاس افريقيا اللي هي اغرب كاس افريقيا في العالم، كلها ظلم تحكيمي وكلها يعني تمثيليات، واخر تمثيليه اللي كانت بين المغرب ونيجيريا. معانا بقى فيديوهات النهاردة حلوة جدا، ومن اكتر فيديو عجبني اخ مصري بيتكلم عن فرق حب الجزائريين للمصريين والمنتخب المصري وحب المغاربة. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. نشوف مجموعة الفيديوهات دي ونرجع نعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم معاكم النهاردة عن الفارق والفرق الشاسع جدا ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. تخيلوا، الناس في الجزائر كانوا بيتمنوا ان منتخب مصر يوصل او ياخد كأس افريقيا. الجزائر اللي ياما كان لينا معاهم منافسات، ولكن لما وضع الامر وان النهارده بيخير الشعب الجزائري مين يكسب بطولة افريقيا، قال لك اتمنى، او قالوا كلهم نتمنى المنتخب المصري يفوز بكأس افريقيا. محبة وعاطفة. عارفين مكانة مصر، عارفين يعني ايه كلمة مصر، عارفين يعني ايه منتخب مصر، عارفين يعني ايه مصر في افريقيا كرة قدم. يعني افريقيا بدون مصر لا تسوى اي شيء خالص في كرة القدم نهائيا. اتكلم النهارده ان بطولة افريقيا ما يكونش فيها منتخب مصر، بتشوف كم المشاهدات بيبقى قد ايه، وبتشوف البطولات اللي بتشارك فيها مصر كم المشاهدات قد ايه. حتى الاتحاد الافريقي بيخسر خساره كبيره جدا من عدم مشاركه المنتخب المصري. كان في بطوله في 2013 تقريبا كده اتعملت، ولكن ما كانش فيها المنتخب المصري، ولكن خسر فيها الاتحاد الافريقي دعايه واعلام وكل شيء، كان في خساره رهيبه. اذا فالشعب الجزائري عارف ومتاكد ان مصر مش في منتخب او مش في افريقيا او بطوله افريقيا، البطوله ملهاش اي طعم. وعشان كده كانوا بيتمنوا فوز المنتخب المصري بعد خروج المنتخب الجزائري الشقيق من كأس افريقيا. طيب، المقارنه الناحيه الثانيه بالشعب المغربي. دائما وابدا الكره المغربيه حاطه نفسها في منافسه مع الكره المصريه، ويمكن ده سبب من ضمن الاسباب اللي خلى القائمين على الكره المغربيه عايز ينهض بسرعه، عايز يجري كده بسرعه ويسابق الزمن علشان ينافس الكره المصريه افريقيا. عالميا ايه المشكله عالميا؟ انت عندك مصر لعبت كاس القارات وكسبت ايطاليا، فانت النهارده كسبت اسبانيا والبرتغال في كاس العالم اللي فات بضربات الجزاء. يعني انت ما عملتش انجاز، ده احنا كسبنا ايطاليا وكنا كاسبين ايطاليا باداء وهاجمنا ايطاليا، وعملنا مباراه كبيره جدا مع البرازيل وهزمنا البرازيل 4-3 في احسن مباراه لمنتخب افريقي ضد البرازيل على مر التاريخ. منتخب مصر مع البرازيل 4-3 في كاس القارات في جنوب افريقيا 2009. احسن منتخب افريقي لعب مباراه قدام منتخب منتخب البرازيل كان منتخب مصر. ده انت بتتكلم في متعه وفي اهداف وفي اداء، بتتكلم في كل حاجه في كره القدم. فما تجيش تقول لي النهارده اصل انا خدت رابع العالم بعد ما فزت على اسبانيا وفزت على البرتغال بضربات الجزاء. احنا مش قلبين على الكره المغربيه، وكنا دايما وابدا بنتمنى لها الخير وهنتمنى لها الخير، ولكن بعد اللي شفناه امبارح وتشجيع الجماهير المغربيه لمنتخب السنغال، لا نتمنى تماما. انا عن نفسي لا اتمناها. ولكن شفت النهارده، انا بقول لك الفرق ما بين الجمهور الجزائري وما بين الجمهور المغربي فرق شاسع جدا يا جماعه. شفت احنا كنا منافسه بين الجزائر ومصر في الصعود لكاس العالم 2010 كانت عامله ازاي، وشفت النهارده الشكل عامل ازاي. حتى لما كسبنا منتخب الجزائر 4-0 في دور نصف النهائي في كاس افريقيا 2008 تقريبا او 2010، عادي مباراه وخلصت. ولكن تحس ان الجمهور المغربي عنده حقد،
حقد فعلا. هو راجل النهارده، هو انت بتتكلم كجمهور النهارده خايف من مصر، متضايق من مصر، فمش عايز مصر تقع قدامه في طريقه نهائيا. اي حد يتكلم كلام تاني غير كده انا ما بعتبرش بيه اي حاجه خالص وما اعترفش بيه. ولكن اللي انا متاكد منه ان في غيره كبيره جدا عند الكره المغربيه من الكره المصريه. غيره، وهتفضل الغيره، هتفضل الغيره. لو نجحت مصر في اي شيء في كره القدم، الشعب المغربي مش هيشجع مصر مهما كان، مش هيشجع مصر. ولكن الشعب الجزائري، فدي كانت مقارنه ما بين الشعب الجزائري اللي بيتمنى الخير لمنتخب مصر والشعب المغربي والجمهور المغربي اللي كان بيتمنى وفرح لما منتخب السنغال كسب منتخب مصر امبارح. السلام عليكم. برافو، تمت الكولسة يا باشا. عايز كل واحد يشوف الفيديو ده يشيره ويلف الدنيا كلها. عم ده نيجيريا بايعة الماتش. هي دي نيجيريا اللي قابلت منتخب الجزائر؟ هي دي نيجيريا اللي قابلت منتخب الجزائر اللي كانت مهاجمة طول الماتش، اللي كانت رايحة طول الماتش بتدافع قدام المغرب، مفيش هجمة على بعضها بيعملوها على المغرب؟ هي دي نيجيريا اللي قابلت منتخب الجزائر وكسبته 2-0؟ هي دي نيجيريا؟ ده لعبها الطبيعي، ده أدائها الطبيعي. زي الكاميرون برضه، تلاقي الكاميرون ماشي في دور المجموعات وحش، يجي قدام المغرب تلاقيه جاب ورا، رغم ان برضه كان ليهم ضربه جزاء ما اتحسبتش وهم بيلعبوا المغرب. يعني انت متخيل المغرب اللي صعد على حساب تنزانيا بالظلم، وتنزانيا له ضربه جزاء، بعد كده صعد على حساب الكاميرون بالظلم والكاميرون له ضربه جزاء، وفي دور المجموعات ما كانش المغرب يستحق يصعد مركز اول لان مالي كان ليها برضه ضربه جزاء قدام المغرب والماتش خلص تعادل. يعني 3 ماتشات في البطوله كل ماتش المغرب عليه ضربه جزاء ما بتتحسبش. في الاخر بيلعبوا نيجيريا واللعيبه واقفه بتتمشى، اللعيبه بتتمشى. هل ده اداء المغرب امام الجزائر؟ هل ده اداء المغرب امام الجزائر؟ لا، مش هقول لك الماتش فيه حاجه، الماتش ما فيهوش حاجه، مفيش اخطاء تحكيميه اثرت، عادي. لكن هل ده اداء نيجيريا امام الجزائر؟ هو ده نفس نيجيريا اللي بيلعب المغرب وهو واقف كده تحس ان مش فارق معاه يكسب ولا يخسر؟ هتفضل انزه بطوله اتعملت هي بطوله 2019 اللي اتنظمت في مصر وكسبتها، هي بطوله 2017 اللي اتنظمت في مصر وكسبها منتخب الجزائر، بطوله 2019 اللي اتنظمت في مصر وكسبها منتخب الجزائر بنزاهه وشرف. واللي بيقول لك عيسى حياته احنا في 2006 و2008 و2010 ما كانش في خطأ تحكيمي غير بس ماتش السنغال بس، ما تقدرش تجيب اي حاجه تانية. انتوا عايزين كده يعني؟ مبروك يا سيدي، صعدتوا النهائي. اما نشوف النهائي كمان هيبقى فيه كولسه ولا هتكسبوه بعرق، ولا هتكسبوا النهائي بعرق. مبروك عليكم، بعد 50 سنه خدتوا التانية، يعني مبروك عليكم. النهارده كان في لقاء صحفي لكابتن حسام حسن قبل لقاء مصر ونيجيريا بكره في تحديد المركز الثالث والرابع، تمام؟ ولقينا منتهى قله الادب والسفاهه من الاعلاميين المغربيين اتجاه المدرب حسام حسن، واسئله لا تمت للاداب الحديث، وان انت بتكلم مدرب وان بتكلم مدرب دوله شقيقه. منتهى قله الادب من الاعلاميين المغاربه، وده بيعكس صوره لسوء التنظيم وسوء الاستضافه، وان المغرب دوله ما كانتش قد الاستضافه ديت، وان المغرب قدمت اسوأ نسخه لامم افريقيا. يعني دي انا بالظبط بالنسبه لي اسوأ نسخه، لانها فيها تلاعب وفيها رشاوي وفيها حاجات كتير جدا مش مقبوله حصلت في المغرب. والنهارده برضو بيستمروا في مسلسل الاستضافه الاسوأ لامم افريقيا. المغرب بتدي صوره ازاي تنظم افريقيا بمنتهى السوء ومنتهى البجاحه ومنتهى قله الادب، غير اللعب تحت الترابيزات والرشاوي وي 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 وي، لا كمان قله الادب من الجمهور ومن الاعلاميين ومن الصحفيين والاعلام المغربي. تدرس ازاي تقدم محتوى وازاي تقدم نسخه فاشله من افريقيا. هو ده التنظيم المغربي، ودي هي افريقيا 25 اسوأ نسخه بجداره. يعني انا عايزه اقول لكم يعني من مجموعه الفيديوهات دي، طبعا احنا مش محتاجين نبرر لنفسينا حب الجزائريين لينا وحبنا للجزائريين.
يمكن احنا فاكرين كأس الأمم الأفريقية اللي مصر خسرت فيها قدام السنغال النهائي، مش فاكرة كان 2022 تقريبا، خسرت فيها قدام السنغال في النهائي. لما الجزائر خرجت من البطولة وهي كانت حامل اللقب، الشعب الجزائري ما كانش بيشجع غير مصر، غير المنتخب المصري، والبطولة كانت في دولة أفريقية. تخيلي بقى لو البطولة كانت في الجزائر، لكن دي البطولة في المغرب، والمغاربة ذات نفسهم ما بينكروش ده وبيقولوا احنا لا، حجتهم احنا بنشجع السنغال، السنغال دولة مسلمة. طب واحنا ما احنا دولة مسلمة الحمد لله ودولة شقيقة، يعني انتوا مش لاقيين حاجة تقولوها. واول ما حسام حسن اتكلم عن سوء التنظيم، واول ما الاعلام المصري اتكلم عن الاخطاء الفادحة اللي في التحكيم، قلبوا عليها. عامة يعني احنا كده كده مش محتاجين حد يشجعنا، ولكن يعني دي فعلا من اسوأ البطولات تنظيما، بطولة المغرب. بس انا اكتر حد عجبني في البطولة دي ابراهيم حسن، يعني قال كلمة كده بجد فشت غليلي. وحسام حسن يعني لما الصحفيين ابتدوا يتطاولوا عليه بجد قال كلام اسلك صدري، واي حد بيهاجمه انا مش عارفة ده يعني سواء هو اخفق او سواء هو نجح، ده في اول وفي اخر مدرب منتخب مصر وبيمثل منتخب مصر وبيمثل مصر في البطولة، فما ينفعش يتهان. وبعدين هو عمل ايه؟ هو حقق يعني احنا اصلا ما كناش متخيلين ان احنا هنوصل للربع النهائي، ما كناش متخيلين ان احنا هنوصل لكاس عالم، وده حسام حسن قدر يعمله. وعجبني لما كان في صحفي مغربي بيقول له مصر فازت بالسبع بطولات نتيجة الدفاع، قال له طب خلاص فوز بيها انت، دافع انت وفوز بيها عشان تلحق اثيوبيا، حتى لان انت ما عندكش بطولة خالص. يمكن الحمد لله ان البطولة دي اتعملت عشان نكتشف قد ايه في فساد جوه الاتحاد الافريقي بجد، وانا مش عارفة هينتهي امتى. منتخب الجزائر اتظلم ومنتخب المصري برضو اتظلم، يمكن دول المنتخبين اللي كانوا راعبين المغرب. لا وعايزه اقولك ده في فضايح تانية، يعني في صحفيين ماتوا في المغرب، صحافه افارقه. مدرب السنغال برضو حد من الصحفيين المغربيين يعني قال له سؤال برضو يعني بيستفزه وهو ما ردش عليه. بجد حاجه غريبه جدا جدا، يعني هم كانوا محتاجين يدرسوا اكتر عشان يفكروا يقوموا بتنظيم كاس الامم الافريقيه. يلا اهي مرة بقى الله اعلم هتعدي تاني ولا لا. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب كل بقدم يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.